نحن هنا في إقليم عفر في شمال إثيوبيا في طريقنا إلى ذلك الجبل، حيث يوجد واحد من أهم البراكين النشطة في العالم. طبعا هذه المنطقة تشتهر بغرابة الجيولوجيا فيها، حيث توجد بحيرات ملحية وراء هذا الجبل، ويوجد هذا البركان النشط دائما. ها قد وصلنا إلى فوهة البركان وقت الغروب بالضبط. هذا هو البركان الذي ترون هناك. هذه الحمم تعتمل في هذه المنطقة منذ ملايين السنين حسب ما يقول العلماء. طبعا لديها مد وجزر حسب ما تشاهدون. أحيانا يمتد البركان إلى أطراف الصخور التي ترون، وأحيانا ينحسر. هذه المنطقة من أجمل المناطق في العالم وأخطرها كذلك، ولذلك سكان هذه المنطقة من قبائل العفر ينسجون القصص والأساطير حول هذه المنطقة، يسمونها بوابة الجحيم، ويسمون المنطقة كلها مملكة الجن. ولذلك يرون في أدبياتهم أن من جاء هنا ليلا يسمع أصواتا غريبة ربما تنادي عليه الجن، ولذلك ينبغي ألا يجيبهم. طبعا معي دليلي من قبائل العفر. محمد، أليس كذلك؟ نعم أستاذ أحمد، فإذا دعوك يا أحمد يا جزيرة فلا تجيبهم، فإذا أجبتهم فلن تعود معنا. خلاص لن نجيبهم. إذا هذه هي نظرة سكان هذه المنطقة لهذا البركان. طبعا درجة الحرارة في هذا البركان تصل إلى 1200 درجة، ولذلك يأتي هنا العلماء الجيولوجيون للبحث والوقوف على طبيعة هذه المنطقة والبحث فيها. من أعلى قمة جبل عرت علي، أحمد فالو للدين، الجزيرة، إثيوبيا.